السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم على خير وبخير يا رب. اليوم إن شاء الله مع تاتا بوش غادي نحضروا واحد الشهيوة اللي ساهلة ماهلة خفيفة ظريفة مع هاد الصيف. غادي نحضروا الدجاج بالخضار في الفرن اللي كيجي من أروع الشهيوات اللي ممكن تحضروا، يعني خفاف ظراف وفي نفس الوقت شي حاجة اللي لذيذة ومذاق مميز. إن شاء الله غادي تحضروها وغادي تعجبكم بإذن الله. يعني المكونات ساهلين وفي نفس الوقت أبساط. هنا كيف كتشوفوا بسم الله على بركة الله. غادي نبداو اول حاجه كناخذ هنا الدجاج كل واحد وعلى حسب الكميه اللي بغاو على حسب الافراد. انا هنا ناخذ جوج فخيدات ديال الدجاج، يعني فخاد راهما كبار في اللحتم. وعندي هنا الخضره مشكله، عندي بطاطا كديروا على حسب نتوما القياس اللي بغيتو. كنقطعوها مربعات في نفس التقطيعه حتى مع البصله. هنايا خيزو حتى هو مقطع، والحامض اللي غنعصروه على الدجاج. هنا هاد العنب كيمشي مع هاد الخضر رائع. خدينا العنب اليابس او الزبيب وفزقناه. هنايا جوج دروس ديال الثومه حكينا بالحكاكه رقيقه، واحد المعلقه ديال لاموطارد. وغادي نديرو صوص الصوجه اللي كيجي اروع ما يكون بهذا المذاق ديال الصوص الصوجه، والهريسه اللي تيبغيها. هنا عندنا القزبر حبوب مطحون، عندنا التحميره غير شويه منها، شويه ديال الابزار، الملحه كتبقى على حسب الذوق كل واحد. وهنايا شويه ديال العسل اللي غنحتاجو من بعد، اللي باش غادي ندهن هاد الفخيدات مع الصوص الصوجه في الاخير تا كطيب. هنايا كيف كتشوفوا يعني الخضر راه ساهلين في نفس الوقت، شي حاجه اللي موجوده. والزيت المائده اللي عادي، يعني الزيت المائده العادي، ما ديروش زيت الزيتون في هذه الوصفه. صافي هنا كنجيب واحد المقله تكون كبيره حيت غندير فيها حتى هي الخضره. كندير الزيت تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت، نتوما على حسب الكميه اللي عندكم. صافي غنضيف شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره او الفلفله الحلوه، شويه ديال القزبر يابس مطحون، يعني غير شويه شويه كيف قلت لكم على حسب الكميه، نتوما عينكم ميزانكم. الملحه كتبقى على حسب الذوق، ولكن ما تكثروش حيت غنديروا لا موطارد وغادي نديروا صوص صوجا. درنا واحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد، ممكن لما كانش ما ديروهاش، يعني ماشي بالضروره. انا واحد المعلقه تقريبا ولا معلقه ونص ديال صوص صوجا. هذوك جوج دروس ديال الثوم اللي حكينا بالحكاكه الرقيقه، واحد العصره ديال الحامض. ممكن هاد صوص الصوجا ولا هذا لا مطرد ما ديروش، عوضوه هكا واحد المعلقه ديال الطوماط المركز الا ما بغيتوش ديروا هاد المكونات. صافي هنا غادي ندير الحار اللي تيبغيه. وصافي وغادا نشد هاد الفخيدات اللي فلحناهم، غندخلو لهم، نخليو الفخيدات بالجلده ديالهم، ما نحيدوش لهم بالجلده باش كيتحمروا كيجيونا زوينين. كندخلهم مزيان دوك التوابل في هذاك الفليحات، وكنديرهم يتشحروا على النار، ومنها كياخذوا داك اللون اللي كيجي فيهم زوين. هنا كد البوطه بعد ما كيسخن لينا هاد الزيت مع هاد التوابل اللي درنا فيهم، كنقصوا النار باش ما كيتحرقوش، وباش دوك الجليدات كنديروا معاهم بان كنبقاو نديوهم ونجيبوهم مره مره باش دوك الجليدات ما يلصقوش في المقلاة، يعني ما يتحرقوش ويتحيدوا. حنا بغيناهم يبقاو باينين في الفخيدات. صافي حتى كنشحروا مزيان كيتنسموا بهاد التوابل مزيان. صافي كنحيدهم باش غدا ناخذ هاد المقلاة هي اللي غنشحر فيها الخضره. كتجي منقولش لكم واحد الرائحه طالعه لذيذه بزاف. هاد يعني بالاخص هاد الخضر كتواتى مع بعض مع خيزو فيه داك المذاق ديال الحلاوه، البصله البيضه حلوه ومع البطاطا كتهرس شويه ديك الحلاوه، وكتجي في نفس الوقت واحد الانسجام بين هاد الخضر رائع، وبالاخص مع داك العنب اليابس كتجي روعه. هنا كندير شويه ديال الماء، يعني المجموع ديال الماء بالاول واللي غادا نزيد يعني واحد القياس ديال الكاس ديال الماء ديال العنبه. شوفوا كيفاش كتبان لكم هذيك التوابل مع ديك الماء اللي ضفت، يعني باش ما تحرقش من دوك التوابل. كتبان لكم ديك المريقه ملبيه. صافي كنخليهم تيتشحروا مزيان. كنزيد عليهم هاد العنب، بالاخص ملي كيكون هاد العنب الصفر. كيف قلت لكم هاد الحلاوه كتماشى، كتجي رائعه مع هاد الخضر. هنا ما كديروش القزبر والمعدنوس باش ما كيغيرش لكم اللون، بقاو غاديين في المذاق عفوا المذاق، باش كنبقاو غاديين في المذاق ديال هذاك الحلاوه ديال الخضره وديال هذاك الزبيب. هنا زدت تقريبا كاس لاروغ ديال الماء، يعني ولا المجموع كاس تقريبا كاس ديال العنبه، ما تفوتوش ديال الماء حيت تدخل الفران، يعني ما نحتاجوش الماء بزاف. صافي كنجيب هكا المول ديال الفران وكنهبط فيه هاد الخضيره. كيف قلت لكم الخضره على حسب الناس وعلى حسب الافراد، يعني على حسب كل واحد وشحال بغى يدير. صافي كنهبط ديك الخضره، كنخلي شويه ديال المرق في هذيك المقلاة،
باش غنضيفها فوق من الدجاج. صافي كنقاد الخضر باش كتجي كلها مقاده. كنحط هذوك الفخيدات من الفوق اللي كنا شحرنا مزيان تاخداو داك اللوين تحمروا. كنهبط لهم هاد المريقه اللي طلقت فيها داك المذاق ديال الخضار وديال هذاك العنب، ديك الحلاوه ديالهم كنهبطها من الفوق. يعني الفخيدات راه تنسموا، يعني راه حنا شحرناهم مزيان في هذوك الزيت وفي هذيك التوابل. كناخذ ديك المقله كنزيد واحد المعلقه ديال الماء باش دوك التوابل ما يضيعوش، وكنزيدهم في الجنب ديال المول. هنا خديت البابي كويسو اولا الورق ديال الفرن، كنفزقو بالماء وكنكمشو بايدي وكندخلو هكا في المول، يعني ماشي نخليه خارج على برا، كندخلو في المول باش ما كيتحرقوش دوك الجوانب ديال المول مع داك المرق. وملي كيبدا يطيب في الفرن كيبداو يتحرقوا دوك الجوانب، كتدخلوه وكنعاودو عليه بالبابي الالومنيوم. هنا الفران ديالي راه تيسخن من قبل، سواء ديال الغاز اولا ديال الذوق، بحال بحال. صافي غادا ندخل ليه هاد المول، نخلي العافيه من الفوق ومن التحت، يعني من التحت تكون شويه مجهده الا كان ديال الغاز، ومن الفوق تكون منقوصه. كان ديال الذوق كنخليها كنحطها في الوسط، يعني نخلي العافيه من الفوق ومن التحت. صافي كدخلها حتى كطيب، ما كتاخذش من الوقت بزاف. كيف كتعرفوا الدجاج ولا بالنسبه للخضار وبالاخص حنا شحرناهم تدخل فيهم الطياب ما كياخذوش طيب بزاف. هنا الدجاج راه طاب ولا ما شاء الله ولا زبده، وديك الخضيره طابت. كناخذ هنا شويه ديال القزبر المعدنوس وكنقطعو قطع شويه كبيره باش كتبقى باينه منا كيجي داك اللوين. دائما كنقول لكم واخا تكون الحاجه بسيطه وتكون هذا كنحاولوا نزينوه، كنعطيوها واحد المنظر زوين حيت العين كتاكل قبل المعده. صافي كنقطعوه هكا طريفات صغار. كنرجع هنا باش ندير داك الصوص باش عندها الدجاج من الفوق باش يتحمر، حيت مازال غنرجعو للفران. خديت واحد المعلقه ديال العسل، ممكن اللي مكيبغيش الحلاوه ما يديرهاش. هنا عسل عندي مزيان. درت شويه ديال الصوص صوجا وشويه ديال الهريسه اللي تيبغيها، يعني الحار. صافي وغادي ندهن الفخيدات باش هذيك يرجع من نرجع من الفرن غادي يتحمروا كيعطيونا داك اللوين اللي زوين. هنا راه كلشي طايب مزيان، بقى غير ندخلوه ياخذ اللون. صافي وكنخرجوه. صافي مع داك العسل وداك الحار الصوص الصوجا كيعطيوه واحد اللون وواحد الرائحه كتكون لذيذه بزاف. هاد المكونات جربوهم وغادي ان شاء الله تشكروني على هاد الشهيوه، يعني اللي يعشقوها ان شاء الله الكبار والصغار. دابا ندخل الفرن تاخذ اللوين. هنا بعد ما تحمرت خليتها نيت شاعله من الفوق ومن التحت حتى خدات هاد اللون. صافي وكنخرجوا، يعني ما كتاخذش من الوقت بزاف حيت كلشي كيكون طيب. شوفوا تبارك الله الدجاج ولا بحال الزبده طيب ما نقولش لكم. الخضره حتى هي كلشي من السم ولذيذ. صافي كنعاود مازال نزيد عليهم واحد شويه ديال القزبر المعدنوس مقطعين من الفوق باش كيعطيو داك اللوين وداك المنيضر. صافي كنحط شويه الخضره. شوفوا ما شاء الله الدجاج كيفاش طيب. شوفوا الخضيره، شوفوا ديك شويه ديال المرق، شوفوا كيفاش ملبي ولذيذ. يعني شي حاجه اللي بدله، يعني ما تبقاوش دائما المرقه في الطنجره اولا في الكوكوط اولا في هذه. يعني تفنن الانسان كيتفنن في الطياب، الطياب كله فن وكله يعني ساهل. يعني تدخل الكوزينه حماقي مع الطياب، ما تبقايش دايره بالك مع الطياب اولا هذه ما كنعرفهاش اولا هذه ما نقدرش نديرها. يعني بالاخص البنيات المبتدئات كل شيء ساهل، كل شيء. دائما كنوصيكم الطياب كيبغي شويه الحماق، يعني حماقي في الطياب باش تعطي فيه. نتمنى لكم ان شاء الله حتى نتوما تحضروها لكم والعائله ديالكم بالصحه والراحه، ودائما مع طاطا بشرى. الى فيديو جديد ان شاء الله.